told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake. اهلا وسهلا بيكم. معاكم فادي معوض. انا ومراتي لسه راجعين من جنوب افريقيا. عشان كده انا قررت ان انا اعمل سلسلة فيديوهات عنها اشرح كل حاجة بالتفصيل عنها من اول تحركنا هنا من مصر لحد ما الحمد لله رجعنا بالسلام. اي حد كنت اقول له ان انا ومراتي مسافرين بره من دايرة معارفي او صحابي او قرايبي وكده، كان يعني بيتبسط لنا وينبهر وكده، بس كان بعد كده السؤال الطبيعي انتوا رايحين فين؟ فكنت اقول له احنا رايحين جنوب افريقيا. كانت الناس تسكت شويه كده، واول سؤال يجي على بالهم اشمعنى؟ يعني ربنا انا سمعت كلمه اشمعنى دي بعد كلمه جنوب افريقيا ما لا يقل عن 15 مره، لدرجه ان انا فاكر في واحد لما عرف ان انا رايح جنوب افريقيا لقيته سكت كده وبص لي نظره شفقه وقال لي بس معلش حاول المره الجايه تبقى حاجه احسن ان شاء الله. فاللي هو انا حسيت مثلا ان انا رايح يعني عندي راحه نفي ولا حاجه. طبعا انا لما رحت جنوب افريقيا اتصدمت، عشان كده قررت ان انا ارد على الناس اللي سالتني اشمعنى جنوب افريقيا. اول اشمعنى واول فيديو هيكون عن الفيزا. فيزا جنوب افريقيا هي فيزا سهله جدا، وعايز اقول لك مفاجاه ان هي ببلاش للمصريين. تاني حاجه اجراءاتها حرفيا ما بتاخدش اي حاجه، ومدتها بتقعد حوالي اسبوع وبتستلمها، وبنسبه كبيره جدا ان شاء الله انت بتتقبل. ما بي يعني نسبه الرفض عندهم قليله قوي لحاجات استثنائيه جامده يعني. فخليني اقول لك ان الفيزا عامل مهم جدا في اشمعنى جنوب افريقيا. خلينا بقى نتكلم عن ايه الورق اللي مطلوب عشان تاخد فيزا جنوب افريقيا. اول حاجه طبيعي باسبورك، ويبقى ناقص عليه 6 شهور في تاريخ انتهاء الصلاحيه بتاعته. تاني حاجه الاتش ار ليتر بتاخده من جهه العمل بتاعتك. تالت حاجه صوره 3.5 في 4.5. رابع حاجه بنحتاج كشف حساب بنكي لاخر 3 شهور. خامس حاجه حجز الطيران المبدئي. سادس حاجه حجز الاقامه المبدئي. وبالنسبه للطيران والاقامه مفيش اي مشكله ان انت تعملهم حجوزات مبدئيه، لان السفاره نفسها هي اللي طالبه كده. طيب لو انتوا اتنين متجوزين بتروحوا تجيبوا شهاده جواز مترجمه للغه الانجليزيه ومعتمده. انا عن نفسي جبتها من مصلحه الاحوال المدنيه المبيكنه اللي موجوده في المولات، كانت حوالي ب 250 جنيه. انت ما بتحتاجش غير نسخه واحده بس، بتروح بيها السفاره، هم هناك بياخدوا صوره وبيسيبوا لك الاصل. تمام، ظبطت ورقك. خد بالك ان اي ورق مشترك بينك وبين مراتك انت محتاج نسخه من كل ورقه، نسخه اصليه مش مصوره. يعني لو مثلا انتوا الاتنين كشف حساب واحد هتحتاج كشف حساب ليك وكشف حساب لمراتك، حتى لو نفس كشف الحساب ما ينفعش تبقى ورقه واحده بس ليكوا انتوا الاتنين. تاخدوا كل الورق ده تتكلوا على السفاره. السفاره هناك ليها مواعيد ثابته انا هحطها. بس خد بالك ان الناس هناك ملتزمه جدا بالمواعيد. انا عن نفسي شفت هناك واحد جاي وي 5 ما رضوش يدخلوه لان كان الميعاد خلص. فانت تروح في ميعادك وركز ان انت تبقى ملتزم بيه. هناك هيدوك ابلكيشن بتملاه، وخلي بالك وانت بتملى البيانات كلها سليمه، عشان هم نفسهم كاتبين ان اي بيانات غلط ممكن تسبب ان انت لا قدر الله ما تاخدش الفيزا. بعد كده بتروح على الشباك بتسلم ورقك. عايز اقولك ان السيدة الموظفة اللي على الشباك هناك هي ست لطيفة وشيك جدا. كانت بتساعد الناس قدامي حرفيا، لو حد ناقصه حاجة او لو حد لسه في عنده مشكلة في حاجة كان بتقول له يعمل ايه، مش اللي هي تاخد منك الورقة وخلاص وبعد كده تلاقي ان الفيزا اترفضت يعني. بتديك ورقة باستلام الباسبور بتاعك، بيبقى حوالي بعديها باسبوع. بس انت طبعا ما تزنقش نفسك في اخر وقت، وتبقى عامل حسابك انه على الاقل انت بتقدم الكلام ده كله قبل سفرك باسبوعين 3، لو اكتر كمان طبعا يبقى احسن. بتروح ان شاء الله بعد اسبوع بتستلم باسبورك وعليه فيزا كويسه جدا، خصوصا لو باسبورك ابيض. احب اقول لك ان الفيزا دي قويه وهتملا لك باسبورك زي ما بيقولوا يعني اختام وكده. وبعد كده بتروح رحله عمرك في حياتك ما هتنساها، وهتعرف ليه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. لان جنوب افريقيا حقيقي 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 بلد تستاهل ان انت تسعى عشان تسافر لها. شكرا ليكم، وان شاء الله استنوا الفيديوهات الجايه اللي هشرح فيها بالتفصيل ايه اللي بيتعمل هنا.